السلام عليكم يا إخوة. والله يعني منذ يومين أو ثلاثة على ما أظن شهادة، يعني سبحان الله، يعني لا أقول صدفة، لكن من أقدار الله، يعني كما قال سبحانه وتعالى سيدنا موسى: وجئت على قدر يا موسى. أي الصدفة لا علاقة لها يعني بأقدار الله. أتصفح التيك توك فوجدت يعني فيديو اسمه يطمئن قلبي لغيث الإماراتي. أنا صدقا والله لم أكن أعرف هذا من هو غيث الإماراتي، ولا أعرفه، لكن سبحان الله الذي شدني يعني في فيديوهاته هو يعني فسبحان الله يعني فشاهدت ما يقارب على 20 أو 30 فيديو، لأنه يعني أثر في جدا، يعني سبحان الله معاناة المسلمين و وكيف يعني سبحان الله يعني 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 يقومون بأعمال صدقا، يعني نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يثيبهم عليها سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. فصدقا يعني رأيته يعني سبحان الله ناس مسلمين، والله شيء يبكي القلب قبل العين، شيء يبكي القلب قبل العين. مآسي يعانوها سبحان الله يعني من أمراض. فأنا أنصحكم، أنا لا أروج يعني لقناته، ولا أتقاضى ولو سنتيم واحد من قناته، وربي على ما أقول شهيد، إنما أنصحكم يعني بمشاهدتها، يعني لكل شخص يعاني من قسوة القلب. فعندما يشاهد هذه يعني الفيديوهات صدقا سوف يعني يعني قلبه سوف يرق سبحان الله، لأنها لأنها مصائب المسلمين ومآسيهم، فهمني. ف... ف... فيرق قلبه. ولكل شخص يعني من الله عليه يعني وفتح عليه سبحانه وتعالى في الرزق، فيشاهد هذه يعني هذه يعني الفيديوهات، فلعل الله يعني سبحانه وتعالى أن يعني يوفقه يعني لإغاثة وإعانة المسلمين. والشخص الذي مصيب يعني بأمراض أو بضيق في الرزق، فعندما يشاهد هذه الفيديوهات يقول الحمد لله، يعني لست وحيدا في هذه الحالة. ويهون عليه يعني سبحان الله عندما يرى غيره يعني حالته يعني أسوأ منه. ففي ففي مشاهدة يعني فيديوهات غيث الإماراتي، وأنا أقولها والله ليس ترويجا يعني لقناته للايكات والمشاهدات، إنما ربي على ما أقول شهيد، والله من وراء قصد أنها ترقق القلب، لأنه سوف يرى يعني مصائب المسلمين فيرق قلبه. وسوف وللذي يعني رزقه الله المال سوف يعني تأتيه عدة أفكار كي يستطيع يعني أن يعين بها المسلمين. والشخص الذي ضيق عليه في الرزق أو ابتلي بأمراض، فعندما يرى مصائب غيره يهون عليه الأمر. والشيء الأخير الذي يعني استخلصته من هذا يعني الفيديو هو الرد على الأشاعرة أنهم يقولون أنهم هم السود الأعظم. والله السود الأعظم في الفيديوهات رأيتهم بأم عيني عندما يتكلمون عن الله يقولون الله سبحانه وتعالى الذي فوقنا، وهكذا يرفعون السبابة وأعينهم إلى السماء ويقولون الله فوقنا سبحانه وتعالى وهو رازقنا ولن يتركنا، يقولون هكذا الله سبحانه وتعالى، ويشيرون بأعينهم إلى السماء وأيديهم إلى السماء. وهذا يعني هذه الفطرة. وهذا رد على أن السود الأعظم هم الأشاعرة. سود الله وجوهكم يا أشاعرة يوم تسود وجوه، وبيض الله وجوهنا يوم تبيض وجوه. أما أنتم يا أشاعرة يا سود الأعظم، حتى حديث السود الأعظم ضعيف، أضعف من إيمانكم وأضعف من عقيدتكم. سبحانك يا ربي يا أشاعرة يا مخينة المعتزلة، تقولون نحن السود الأعظم. السود الأعظم يقولون هكذا الله سبحانه وتعالى فوقنا هو رازقنا، ويقولون اللهم يا رب، ويرفعون أيديهم وأعينهم إلى السماء. لا تقول هي قبلة الدعاء، هذه من أين أتيتم بها قبلة الدعاء؟ إنما هي الفطرة. حتى شيوخكم الأشاعرة عندما يتكلمون عن الله لا إراديا يرفعون أعينهم إلى السماء، لأنهم يعلمون يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكيف يعني سبحان الله تبغونها عوجة؟ لا، لن تفلحوا ولن تستطيعوا ولن تتمكنوا، لأن الفطرة
رغما عن أنفسكم وعن أنوفكم ورغما عنكم سوف تنطقون بالفطرة وأنتم كارهون. والله لو نطقتم بها وأنتم يعني تعتقدون بأن الله في السماء لا كان لكم يعني أجرين، لكنكم تنطقون بها رغما عن أنفسكم. الفطرة التي يعني ما فتئتم يعني تشوهونها وتشوشونها وتفسدونها، ولكن يأبى الله إلا أن ينطقكم بالفطرة. تقول والله أغلبية الناس يعني في الفيديو يقولون هكذا ربنا، ويرفعون أعينهم وأيديهم السبابة للسماء، وهذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: اللهم أشهد، اللهم فقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وهكذا. فسبحان الله يعني، والله يعني أنصحكم بمشاهدتها يعني، وإن شاء الله يعني يكون لنا الأجر في نصحكم يعني بمشاهدة هذه القناة. والسلام عليكم.